ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وسعادة وأحسن حال. كل سنة وانتم بألف خير وانتم بصحة وسعادة يا رب. هنكمل طبخات العيد إن شاء الله. هنعمل النهاردة كرشة وبصل وطماطم مقطعة وملح وحبهان. هننزل بالكرشة المية المغلية مغسولة وزي الفل، مية بتغلي، البصل مقطع والطماطم والملح والحبهان. ان شاء الله لما تغلي ارجع لكم تاني. طبعا هنعمل كم الكرشه لوبيا، نص كيلو لوبيا، كوبايه ميه للسلق. الميه بعدين ننزل باللوبيا لغايه ما تتسلق وتستوي. الكرشه هي بتتسلق لما اللوبيا ان شاء الله تتسلق باذن الله ارجع لكم تاني. رجعت لكم تاني حبايبي بعد اللوبيا ما اتسلقت. هنعمل لها صلصه. يبقى بصله مقطعه، توم مفروم، معلقه زبده، زيت، ملح وفلفل وبهارات. معلقه الزبده، ننزل البصله، كرش حبايبي اهي اتسلق، شنطتها بيضه وزي الفل. ننزل بالثوم المفروم، نخليها لونها تحمر قوي. نزلنا الثوم لغايه بس ما ياخد اللون الذهبي الفاتح، وبعد كده ننزل في عصير الطماطم الذهبي الفاتح، توابل، اللوبيا. طبعا كلنا بنحب الكرشه باللوبيا، ده اكله جميله ولذيذه. ان شاء الله لما تبدا تتسبك ارجع لكم تاني. بعد الكرشه ما استوت، ده شكلها بعد ما استوت. هنعمل معاها كمونيه في البطاطس، بطاطس، توم مفروم، توابل، طماطم معصوره، زيت، زبده. بعدين معلقه الزبده، وننزل بالثوم المفروم، نقلب لغايه ما تاخد اللون الذهبي. خلاص اللون الذهبي، ننزل في عصير الطماطم، ننزل بالملح، جوز الطيب، توابل وزعتر. نقلب التوابل مع بعضها كده، وبعدين ننزل بالبطاطس مغسولة، بعدين ننزل بالكرشة، نقلبهم مع بعض كده. ودي شكل اللوبيا بعد ما استبكت فات عليها خلاص. ان شاء الله الكرشة لما تغلي ارجع لكم تاني. ده حبايبي شكل الكمونية اللي هي بتغلي. كرشة وبطاطس وسلطة الطماطم. ان شاء الله باذن الله لما تستبك ارجع لكم تاني. بعد ما خلصنا الكرشة وعملنا اللوبيا، اللوبيا جميلة جدا، والكرشة بالبطاطس كمونية. جربوها يا رب تعجبكم يا رب، وكل سنة وانتم بألف خير وبألف صحة، يعيدوا عليكم على الأمة الإسلامية بخير وألف هلا وشفا.